صباح الخير. النهارده هعمل معاكم حاجة حلوة قوي من أيام الزمن الجميل. الحاجة دي كانت دايما جدتي الله يرحمها بتعملها، وأنا كنت بحبها قوي من إيديها، وهي حلاوة الدقيق. كانت حاجة بسيطة بس كان طعمها جميل قوي. هجربها معاكم. معايا هنا كوباية ونص من السكر، هضيف لهم كوبايتين من المية وهرفعهم على النار. تمام، هقلبهم كويس لحد ما السكر يدوب. لو حابين السكر يبقى اقل من كده ممكن نضيف كوبايه وربع سكر بس. اول ما يغلي السكر والميه نرفعهم على جنب ونبدا الخطوه التانية. معايا هنا معلقتين كبار من السمنه البلدي، او بما يعادل نص كوبايه من السمنه. ولازم طبعا تكون سمنه كويسه عشان هتدي طعم حلو قوي لحلاوه الدقيق. هضيف عليهم كوبايه من الدقيق وابدا اقلبهم مع بعض زي البشاميل. بس طبعا في المرحله دي احنا هنقلب وقت اطول شويه، لاننا هنحتاج اللون يبقى اغمق شويه من لون البشاميل. زي ما انتم شايفين كده اللون ابتدى يغمق معايا. تمام، لسه شويه كمان لحد ما بنوصل للون زي لون الطحينه الغامقه. عارفين الطحينه الحمراء؟ نفس اللون بتاعها. بعد كده بضيف الميه بالسكر وابتدي اقلب بسرعه عشان ما يبقاش في اي تكتلات من الدقيق. هو هيربط معانا بسرعه زي ما احنا شايفين كده. هضيف عليها نص معلقه صغيره من الفانيليا ومعلقه من القرفه الناعمه. عايزه اقول لكم ان الريحه حلوه قوي قوي قوي، يعني اصلا ريحه الدقيق لما بتتحمر بتبقى جميله. كمان مع القرفه بقى والسكر عاملين ريحه حلوه جدا. هنبدا نجمعها كده مع بعض ونقلب فيها شويه لحد ما نوصل للقوام ده عشان نقدر نشكلها. انا بشكلها هنا بالمعلقه، باخد بالمعلقه كده وحدات وبرصهم في طبق لحد ما اخلص الكميه كلها. ولو مش حابين نشكلها بالمعلقه ممكن نحطها في صينيه ونبططها كده وبعدين نقطعها بالسكينه. بصوا شكلها حلو قد ايه، وريحتها حلوه قوي وطعمها جميل جدا. طبعا انا قعدت اتسلى على كام واحده كده وهي سخنه بتبقى طعمها روعه. ممكن كمان نضيف لها اي نوع مكسرات او جوز هند او زبيب. انا ضفت هنا جوز هند وضفت كمان لوز مطحون. عايزه اقول لكم برغم انها بسيطه قوي الا انها طعمها جميل. حاجه تراثيه من ريحه الزمن الجميل. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتكونوا افتكرتوها و... وانا واثقه ان ناس كتير قوي بتحبها وهتقوم تجربها دلوقتي. بصوا هجرب معاكم. انا بحبها قوي وهي سخنه، يعني بمجرد اول ما بتتشكل كده بتبقى طعمها روعه. والناس اللي ما تعرفوهاش يا ريت يجربوها ويقولوا لي رايهم فيها ايه. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. دمتم بصحه وهنا.